السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. جدا في المدرجات، اشتباكات وخناقات وموضوعات وجمهور في جمهور. حاجه غريبه جدا. قال لك اصل الالتراس بتاع القاهره كان جاي معرفش عامل ايه ويقعد فين، وبعدين الالتراس التاني بتاع البحر الاحمر كان هو اللي المفروض يقعد فين، فدخلوا مسكوا في بعض. يعني ده كلام؟ يعني هل يجوز هذا المشهد؟ يعني الجمهور يمسك في بعضه، نفس الجمهور، عشان كرسي ولا عشان هتاف ولا عشان ده؟ يعني امبارح المشهد الحقيقه كان سيء جدا جدا، ولازم يكون فيه يعني عقاب شديد من ال ال من اتحاد الكوره ومن رابطه الانديه المصريه. في واحد طلع كده من عندهم، معرفش اسمه ايه، مدحت كده، عمر باين ولا عمرو مش عارف، ناسي اسمه، وقال لك اصله عدم احتساب سوري، طرد احمد توفيق يخلي الناس تفكر اذا حابه تستثمر في مصر في الكوره. فاللي جاي مستثمر بقى جايب شوال الفلوس وجاي، فيلاقي احمد توفيق اتطرد يقول لك يا نهار اسود مش مستثمر. طب والله ما انا مستثمر، انا خلاص مش عايز استثمر يا عم وامشي. في حاجه اسمها كده؟ يعني هل ممكن تصريح يتقال كده؟ يعني مصر اللي فاتحه الاستثمار في الكوره واللي بتقدم كل ما تمتلكه، غيرت قانون الرياضه مخصوص في 2017 عشان تسمح بالاستثمار، ويخش نادي بيراميدز ويبقى موجود ومتصدر الدوري بهذا الشكل. هو انت يا ابني لما نادي بيراميدز ده يعني اتباع من الاسيوطي لبيراميدز وقت المستشار التركي آل الشيخ، حد عارض البيعه دي؟ يعني الاستثمار المصري ما سهلهاش؟ وبعدين لما لعب في الدوري وجاب لعيبه واخد نجوم من هنا ومن هنا واشترى، حد اتكلم؟ وبعدين لما الميزانيات عليت او حد اتكلم؟ وبعدين لما نافس على البطولات حد اتكلم؟ كل ده عشان احمد توفيق اتطرد؟ الاستثمار قالوا كده والله. يعني الراجل ده قال كده، مدير التسويق بتاع بيراميدز قال تصريح كده، تصريح يعني تضحك. انا على فكره بقيت اضحك من الحالات دي، يعني ما بقتش تدهشني. يعني كنت الاول بتنرفز واتضايق، بس بقيت اضحك. عايز اتكلم على مصطفى فتحي والكلام اللي اتقال على مصطفى فتحي، لا يليق، مع انه متاخر شويه الكلام لانه الماتش بتاع الزمالك عدى، لكن لا يليق ان مصطفى فتحي يتقال عليه آه خالص، يتقال عليه انه باع ماتش بيراميدز وان هو ما حبش يجيب جول وانه ما حبش يعمل وما حبش يسوي. ده كلام لا يليق على لاعب زي مصطفى فتحي، ولا في اخلاق مصطفى فتحي، ولا في تاريخ مصطفى فتحي اللي شفناه من وقت ما شفناه، سواء مع الزمالك او من رحله احترافه ورجوعه وبعدين سفره تاني وبعدين رجوعه وحاليا مع بيراميدز. ما شفناش هذا الكلام نهائي خالص. لعيب محترم، لعيب مهذب جدا، لعيب يعني غير مشاغب، لعيب ملتزم جدا، لعيب مهاري جدا، مفيد جدا، لعيب بيلعب لمنتخب مصر. فده كلام ما يليقش ابدا ابدا انه يتقال على مصطفى فتحي، مع انه هو جايب جول في الماتش اساسا. لكن في كذا كرة جات له فضاعه، وان كان مودست، لو مصطفى فتحي كده ما نقول ايه على مودست اللي بيضيع 8000 كوره؟ صعب جدا يعني. ومضيع بينالتي مصطفى فتحي، فبعض الناس حاولت ان هي يعني تتجاوز في حقه، وانه عامل ده قاصد لزملكاويته بلا 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 بلا، على اعتبار انه ما رضيش يفرح يعني لما جاب الجول بتاع بيراميدز، مع ان في نفس اليوم الاهلي كان بيلعب مين، سيراميكا، واللي جاب الجول بتاع سيراميكا اسمه ايه الجزائري ده، القندوسي، وما رضيش يفرح برضه. عادي يعني يبقى بايع سيراميكا يعني ده حاجات لازم احنا ايه نتوقف عن الحديث عنها. اما بقى الحاجة اللي فقعت مرارتي فعلا لما شفت تصريح للكابتن هاني سعيد المدير الرياضي للبيراميدز، وهو مستغرب جدا ازاي عندنا حد يجرؤ يحول ممدوح عيد للجنة الانضباط. ازاي؟ وانا بقول للكابتن جمال علام والناس في الاتحاد، ازاي تحولوا الراجل ده للجنة الانضباط؟ يعني مش ممكن. هاني سعيد يعني شايف ان في ريشة على راس حد؟
هو لسه في حد على راسه ريشه ممكن محدش يعمل معاه حاجه؟ في عندنا حد كده دلوقتي؟ فقال لك انه يتحول عشان تغريده عملها على موقع على السوشيال ميديا يعني، وعلى حسابه الشخصي، ومش رسميه من النادي، وكمان هو ما حددش اشخاص. بص بقى لما انا سعيد يتذاكى علينا بقى، يعني بقول لك ان ممدوح عيد لا هو عمل يعني لا على الموقع الرسمي للنادي ولا على الصفحه الرسميه، ده حاجه خاصه وما حددش فيها اشخاص. وقال لك ان كان في تطاول سابق على منظومه التحكيم.